جروب اف باينه لهولندا، ولكن اليابان تقدر تعاود نفس الصدمه ديال المونديال اللي فات. هولندا كانت عندها احسن جول ديفيرانس بين منتخبات اوروبا في التصفيات، واخر مره خسروا كانت ضد المانيا في 2024، وعلى الورق هما المرشحين الكبار باش يربحوا هذه المجموعه. ولكن خاصهم ما ينساوش شنو دارت اليابان مع المانيا واسبانيا في اخر وورد كاب. اليابان ما عندهاش ثاني اغلى سكواد في المجموعه، حيت السويد عندها هجوم قوي بزاف، ولكن عندها سترايكر بحال اياسي اويدا اللي ماركا 25 جول هذا الموسم، وعندها حتى مدرب مستقر داز مع المنتخب اكثر من 100 ماتش، وعنده احسن وين ريت في هذه المجموعه، وزاد ربح مؤخرا ضد انجلند وبرازيل. المشكل الوحيد اليابان من اقصر المنتخبات في البطوله، وهذا الشيء يقدر يضرها في السيت بيسز ضد هولندا والسويد. اما السويد رغم الطول والهجوم القوي على الورق سالات الاخيره في مجموعتها في التصفيات، وما حافظاتش على الكلين شيت من يونيو 2025. وتونس دفاعيا كانت قويه بزاف وما دخل عليها حتى جول في التصفيات، ولكن خاصنا نقولوها اصعب منتخب لعبات ضده كان مصنف 90 عالميا تقريبا، ومع ذلك تعادل ضد برازيل العام اللي فات كيعطيها ثقه. جروب اف ماشي سهله كيف باينه، هولندا مرشحه، ولكن اليابان، السويد وحتى تونس يقدروا يخلطوا الحسابات.